قال لو كان في سوشيال ميديا ايام قابيل ما قتل هابيل كان الترند يبقى عامل ازاي؟ طيب ما هو اصلا طول عمر العالم فيه حروب وصراعات ومشاكل وقتل، ليه المواقع الاخباريه وصفحات السوشيال ميديا بتحاول تركيز الاخبار على مين قتل ومين اغتصب؟ ولما بتبقى قضيه مركزه على شخص واحد بيبقى تاثيرها النفسي والتفاعل معاها اوسع بكتير من اخبار احتلال دوله او مقتل الاف في غاره او حتى حادث مأساوي طبيعي. ده في الغالب علشان تركيز تعاطفنا وعقلنا بيحب الحاجه مركزه وواضحه، انما بيقل التعاطف لما بيبقى خبر متعلق بعدد كبير. مثال اللي عندنا الطفل ريان والتفاعل العالمي ومقتل مليون عراقي كان تأثيره والتفاعل معاه اقل على مستوى العالم واللي حضرتك جزء منه. طيب لو عملنا حصر بمعظم اخبار المواقع والسوشيال ميديا، ده تقدير ممكن نتفق عليه من حيث النسبة من 60 ل 70%. وكتر اخبار سلبية من قتل وخطف ومشكلات واخطاء وحروب وصراعات، على الرغم ان الحياة في محيطنا او على مستوى الكوكب وال8 مليار مليان حاجات ايجابية من نجاحات وتطوير وطبيعة وجمال وانجازات بشرية طيبة. على فكرة انا مش هظلم صفحات السوشيال ميديا او المواقع الاخبارية بانهم بيتعمدوا نشر الاخبار السلبية بالتركيز على الحروب والقتل. عاوز تعرف ليه؟ هتلاقي الاجابة في الوول سكرولنج بتاعت صفحات السوشيال ميديا، وهي انعكاس لاهتماماتك ومراية لعقليتك. وروح بص واعمل مراجعة للنشاط هتلاقي كلامي صح. طب انت عاوز تقول يا امير؟ بص يا سيدي، من ضمن الاسئلة اللي بحب اسألها في اي موضوعات مطروحة، مين الاطراف اللي بتعود عليها الارباح علشان ابقى فاهم الاهداف والاساليب. طيب صفحات السوشيال ميديا والمواقع الاخبارية اقل مكسب، بيليهم الفاعلين، سواء ناس طلعت ترند او تأثير رأي عام على قضية او الهاء او توجيه بهندسة السلوك الاجتماعي تجاه قضية لفرد او لحكومة او لدولة زي روسيا. والرأسمالية من المستفيدين من ضمن نشر صناعة التفاهة، واللي جزء منها تأثير الاخبار السلبية على السلامة النفسية والاداء والمجهود والتركيز. لان كل ما كنت ضعيف سهل التحكم فيك، وبسهولة جدا تيأس وتستسلم من كونك شخص منتج لشخص مستهلك بالتوجيه. ومن امتى البيبسي كان اساسي في حياتنا والايفون كان مقياس رقي؟ ممثل مطلع على نفسه نمبر 1، ولما قلع ومسك سنجة الشباب علشان تأثير على اللاوعي انعكس على سلوكياتهم في الشوارع. طب الكبار بيطلع منهم ازاي؟ كتر التعرض للاخبار السلبية بيزيد من الشعور بالخوف والغضب والقلق والاكتئاب والحالة المزاجية، ومصدر إلهاء وتقليل الانتاجية والتركيز، وبيقلل الدافع ويجعل انجاز المهام اكتر صعوبة. وكفاية كده رغم ان التأثير الجسدي كمان كبير. المهم الانترنت زي الكاس، ممكن نشرب فيه خمرة وممكن نشرب فيه حليب. حاول تخليك مسيطر ونظف الوول بتاعتك. اعرف الاخبار بس ما تنغمسش فيها، لانك اكتر حد بيخسر وقت وانترنت. وخلي اهتماماتك تاخدك لصفحات ومواقع تطور فيها من مهاراتك، لان في الاساس احنا امة اقرا، بدل ما احنا قاعدين نلعب في الظروف والبيئة اللي احنا جزء كبير وفاعل من التأثير عليها. يا جماعة ده الاجانب من اوروبا وامريكا اللي فشل منهم بقى يعمل الظهور لمحتواه في الشرق الاوسط ومصر بالتحديد. اصحى واطلع من دائرة اكثرهم لا يعلمون لا يفقهون، وخليك من القليل الشكور الصالحين.